السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا أهلا بكم. مصر أعظم دول العالم القديم، هي الدولة الوحيدة اللي لو قعدنا نتكلم عن تاريخها هنحتاج آلاف السنين لحصره كاملا. والدليل على كده إننا لحد دلوقتي برغم التطور العلمي عاجزين عن حل لغز واحد من ألغاز الحضارة المصرية القديمة زي الأهرامات. بس بصراحة أنا مش جاي أكلمك عن تاريخ مصر، أنا هكلمك عن إمكانيات مصر اللي قادرة إنها تخليها أغنى دولة في العالم بلا منازع. تعالوا نشوف. نبدأ مع موقع مصر الجغرافي. هنلاقي إن مصر تربط بين آسيا وأفريقيا، وتمتد سواحلها بطول يزيد عن 2900 كيلومتر على بحرين من أكبر بحار العالم، هما البحر الأحمر والبحر المتوسط الذي يربطها مع أوروبا. وده خلى مصر مركز إقليمي للتجارة الدولية سواء البحرية أو البرية، خصوصا بعد إنشاء قناة السويس، إضافة إلى وجود 5 بحيرات طبيعية وبحيرة صناعية خلف السد العالي وهي بحيرة ناصر الذي يقع على شريان الحياة لمصر وهو نهر النيل. كل ده بيوفر ثروة سمكية جبارة، فبلغ إنتاج مصر بنهاية عام 2022 2.2 مليون طن. وذكر شريان الحياة فإن نهر النيل يمد مصر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا، إضافة للمياه الجوفية داخل الدلتا الصالحة للشرب والزراعة. لكن سوء استغلال الموارد المائية سيؤدي لدخول مصر في فقر مائي في حالة عدم تدارك الموقف سريعا. إضافة للثروة السمكية الموجودة بسواحل مصر فإنها تمثل مصدر جذب كبير للسياحة الشاطئية، حيث يتوفر بمصر المناخ الجيد الجاذب للسياح من كافة دول العالم. وبذكر السياحة فإن مصر تمتلك حضارة كبيرة غير مستغلة، فهنلاقي إن دول أوروبا بتعمل متاحف كاملة على قطعة أو قطعتين من الحضارة المصرية، وإحنا بنملك تلت آثار العالم في مدينة واحدة زي مدينة الأقصر. ولا يوجد من يستغل هذا المورد الهام الذي يكفل لمصر زيادة كبيرة في الدخل القومي، إضافة لمناطق السياحة العلاجية زي واحد سيوة. نسيب السياحة ونروح على أهم ما يميز مصر عبر التاريخ وهي الزراعة. مصر تبلغ مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، مستغل منها 5% فقط حول وادي النيل والدلتا، في حين إن باقي المساحة لم تستغل. طبعا مع الزيادة السكانية حصلت أزمة في المحاصيل الزراعية نتيجة تعدي على الأراضي الزراعية واستغلالها في المنشآت السكنية، مع إننا عندنا القدرة إننا نوصل للاكتفاء الذاتي ونصدر المحاصيل الاستراتيجية. وده يحصل مع استغلال جيد للمساحات المتاحة وتنظيم لعملية الزراعة وتنظيم لعملية الري كمان عشان نوفر المياه المهدرة. احنا لحد دلوقتي كل محاصيل الدلتا بيتم ريها بنظام الغمر، ونرجع نقول المياه مش كفاية، عندنا مساحة ضخمة غير مستغلة ونقول الأرض مش مكفية. بس الدولة في الفترة الأخيرة بدأت تستغل صحراء مصر عن طريق مشاريع كبيرة زي مشروع الدلتا الجديدة ومشروع توشكا وغيرهم مشاريع كتير. كفاية كده بقى على الزراعة، ونروح نبص بصة على الصناعة. والصناعة زي ما احنا عارفين محتاجة خامات اللي هي الموارد الطبيعية، ومحتاجة طاقة لتشغيل المصانع، ومحتاجة عقول وأيدي عاملة تطور الصناعات ديت وتشغلها أصلا. نبدأ مع الموارد الطبيعية، وهنضرب شوية أمثلة من الموارد الطبيعية اللي موجودة في مصر، وده جزء من مش هنقول كل حاجة لأن الفيديو ما يسعش إن احنا نتكلم عن كل الموارد ولا حتى بالتفصيل عن كل مورد لوحده. نبدأ مع الرمال البيضاء، كنز مصر الموجود في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء، والتي يبلغ احتياطي مصر منها حوالي 20 مليار طن، وهو المصدر الرئيسي لمادة السيليكون، وهي أساس صناعة الرقائق الإلكترونية ولوحات الطاقة الشمسية. ويصل تركيز السيليكون في رمال مصر 98.8%، وهي درجة نقاء عالية جدا. ومن الرمال البيضاء إلى الرمال السوداء، وهي كنز مصر على سواحلها الشمالية من أبو قير إلى رفح في شمال سيناء، وهي مصدر هام لإنتاج المعادن الثقيلة الاستراتيجية اللي بتستخدم في صناعة الطائرات والسفن والصواريخ والمواد المشعة زي اليورانيوم. يقدر احتياطي مصر من الرمال السوداء بحوالي 5 مليار طن. نروح للثروة المحجرية، هنلاقي مصر بتحتل المركز الثالث عالميا في الثروة المحجرية زي الحجر الجيري والزلط والرمل والبازلت والجرانيت والرخام والجبس، طفلة الأسمنت، حيث تدخل تلك المواد الخام في العديد من الصناعات زي الزجاج والأسمنت، إضافة لاستخدام المواد دي كمواد بناء في المشاريع الإنشائية. وطبعا لازم نعدي على الثروة المعدنية، فهنلاقي إن احتياطي مصر من خام الحديد وصلت ل3.1 مليار طن، والاحتياطي من خام الألمنايت حوالي 40 مليون طن، والمنجنيز 120 ألف طن، ويتراوح احتياطي الكروم من 2000 ل 5000 طن.
ويبلغ احتياطي النحاس حوالي 1.6 مليون طن. بالنسبة للمعادن النفيسة فيبلغ احتياطي الدهب في منجم السكري فقط 14 مليون أوقية، إضافة للمناطق الواقعة في جنوب مصر قرب حدود السودان والغير مقدر كمية الدهب الموجود فيها. أما اللافن الذات زي الفوسفات مثلا فمصر بتمتلك احتياطي يقدر بمليار طن من ترسيبات الفوسفات. كل الثروات اللي ذكرناها والتي لم نذكرها تتميز بسهولة استخراجها وقربها من الطرق الرئيسية، وبالتالي سهولة نقلها، إضافة إلى نقاء المواد. كده بنحصل على مواد نقية عالية الجودة بأقل تكلفة. طبعا ما ينفعش نذكر أم الدنيا من غير ما نعدي على قطاع الطاقة اللي بتتميز فيه عن كل دول العالم لما فيه من تنوع المصادر. لو بدأنا بمصادر الطاقة الأحفورية هنلاقي مصر بتمتلك حوالي 27 مليون طن من الفحم موجودين في جبل المغارة، ويستخدم كوقود لمحطات توليد الكهرباء ومصانع الأسمنت. أما بالنسبة للغاز الطبيعي فمصر بتحتل المركز ال 12 عالميا باحتياطي وصل ل 63 تريليون قدم مكعب، وصلت بيه للاكتفاء الذاتي وأصبحت في مقدمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي في صورته السائلة. وتصل احتياطيات النفط الخام طبقا لتقرير أوبك عام 2017 إلى 4.4 مليار برميل، ووصل الإنتاج إلى 65 ألف برميل يوميا. بس الحقيقة مصادر الطاقة ما وقفتش لحد هنا. هتلاقي مصر بتمتلك مناطق زي محيط قناة السويس وساحل البحر الأحمر وخليج العقبة والصحراء الشرقية، ودي كلها من أفضل مناطق العالم لإنتاج الكهرباء من الرياح، وبتصل سرعة الرياح فيها ل10 متر على الثانية. ومش الرياح بس، فمصر بتقع ضمن الحزام الشمسي وبتتراوح حدة أشعة الشمس المباشرة من 2000 ل 2600 كيلو وات ساعة لكل متر مربع، تحديدا في مدينة أسوان. كل اللي تم ذكره هو مجرد مثال بسيط ونقطة في بحر الموارد اللي ربنا أنعم بيها على مصر. كل ده لا يقارن بأهم نعمة وهي أهل مصر نفسهم. ربنا ميزهم بقدرة غريبة على تحمل الصعاب والتكيف على أي ظروف تستجد عليهم. مصر بتمتلك قدرة إنتاجية في شعبها نفسه، وبتصل نسبة الشباب لحوالي 60% من إجمالي 110 مليون، إضافة لعقول شباب مصر الغير مستغلة واللي ممكن تقابلهم في أي مكان في العالم، بس هتشوفهم عاملين إنجازات كبيرة جدا جدا جدا، وتسأل نفسك سؤال بسيط: هي ليه مصر كده؟ هنا تظهر المشكلة الحقيقية اللي قابلت مصر على مدار التاريخ، وهي وجود قيادات لا يشغلها إلا مصالحها الشخصية فقط، في حين إن الموارد اللي بتملكها مصر كفيلة تغني 50 دولة زي ما قال مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا. وإحنا مش محتاجين شهادة أشخاص على غنى مصر بالموارد، دي دولة بيتم سرقتها من 7000 سنة ولسه مكملة لحد دلوقتي. بس الحقيقة إن في آخر كام سنة الدولة بدأت تبص على بعض الموارد المهملة من زمن طويل، وهنبقى نتكلم عن بعض المشروعات اللي قامت بيها الدولة في الفترة الأخيرة في حلقات جاية إن شاء الله. بس كده، سلام.